طيب، الجزء التاني من السؤال ان هو ازاي بتعرفي تسافري لوحدك او ازاي اصلا سافرتي لوحدك. في جزء من علاقتي بنفسي بنيته من وانا في بيتنا. الجزء ده متعلق بايه بقى؟ استنى. متعلق ب ان انا متعلمه او مدربه نفسي انه اعرف اتواصل معايا، يعني اعرف اشوف انا حاسه ايه ومحتاجه ايه وايه اللي يساعدني دلوقتي. ده من وانا في بيتنا، من وانا في سريرنا في اوضتي في بيتنا عادي. ليه بقول في بيتنا وسريرنا كتير؟ عشان دايما بنفتكر انه الحاجات اللي انت عايز تكونها ملهاش علاقه بالحاجات اللي انت بتبنيها وتشتغل عليها في نفسك، وده مش حقيقي. جزء من الحياه الكويسه اللي انت بتعيشها بيبقى راجع للروتين اليومي والعادات بتاعتك اليوميه اللي بتعملها وانت في بيتك. فلو انا ما عنديش علاقه كويسه بنفسي وجيت سافرت، ما هي هتبني هناك برضو. يعني هلاقي نفسي مش عارف احس انا عايز ايه، مش عارف احس انا محتاج ايه، مش عارف احس انا مش عايز اعمل ايه او عايز اعمل ايه، مش عارف احس. انا دايما بقول احس ليه؟ لان القرار بيجي من عند الاحساس، خصوصا عند البنات. ان انت تستمتعي او حتى مش تستمتعي. يعني انا اوقات كتير هنا ما كنتش عندي حاله الاستمتاع، لا، انا كنت عايشه المشاعر بتاعتي في اوقات، وفي اوقات ما عرفتش اعيشها، وفي اوقات اتخانقت معاها، وفي اوقات عرفت احسها اكتر، وفي اوقات عرفت استمتع، وفي اوقات عرفت اكون علاقات واضحك مع ناس واهزر وشويه هنبقى اصحاب. وفي اوقات ما عرفتش اعمل ده خالص وما كانش عندي باور للناس، وفي اوقات كنت نازله مرتاحه، في اوقات كنت نازله مش مرتاحه. بس الاوفرول انه في علاقه مع نفسي بتحكم الليله، هي مش هربانه مني كلها. يعني انا عارفه ارجع لنفسي واشوف انا حاسه ايه، عارفه ارجع لنفسي واشوف انا محتاجه ايه بنسبه. لانه في اوقات انا مش ببقى عارفه ارجع واشوف انا حاسه ايه، متلخبطه جدا او مكركبه قوي، او مغيره الروتين بتاعي، اخده خطوه جديده عليا، طالعه بره منطقه الراحه بتاعتي. كل دي حاجات عليها عوامل. لما بتيجي تسافروا بتفتكروا، او انا كنت فاكره، انا واحده من الناس كنت فاكره انه عادي جهزت شنطه سفري، حجزت الفندق، وهروح هناك بقى اشوف انا هعمل ايه او هحب اعمل ايه وانبسط بس. شكرا. جت معاك الحلاوه عشان الصوره دي تروح بره ولا جوه؟ بره ولا جوه ايه؟ الكويت ولا السعوديه؟ لا مصر عايز. انت منوره يا ست هانم واحنا خدامين. حبيبي تسلم، نورتني حبيبي. ربنا يخلي حضرتك. حبيبي تسلم. اديني حلاوه بس هديلك ازاي؟ طب استنى. لا خلاص، مش للدرجات دي، هي واحده. ما هو انا هوزعهم بقى. خلاص. شكرا. شكرا. طب قول لي بكام؟ غلابه عندنا عيال هنا بنشتغل يا ست هانم، هنعمل ايه عندك؟ ربنا يقويك. من هنا حضرتك بتشتغل؟ والله انا من اسكندريه برضه. بلدنا جنبنا بره. انت منوره بورسعيد يا ست هانم. تسلم، ربنا يخليك. قول لي بكام؟ من ميدان العروسه انت؟ لا، من اسكندريه. هو في ميدان العروسه في اسكندريه؟ في ميدان العروسه، في الله يستر علينا كمان العجمي. هو انا من العجمي. انت منوره. تسلم، ربنا يخليك. بقى ورد بالعجمي هنا. والله؟ بالعجمي، امهم قاعده هنا ساكنين هنا والله. ساكنين بقى؟ لا انا مروحه بقى النهارده. والله بيصعبوا عليا، كانوا اطفال ابوهم ميت. ربنا يعينهم. بخلي بالي منهم والله. ربنا يعينهم. ربنا يخليك. قول لي بكام الواحده؟ هي الواحده ب5. ب5؟ يا اسكندريه عندكم عاملين ايه؟ اسكندريه حلوه، انا عاوز اجي اشتغل في اسكندريه عندكم. والله حلوه، بس كل مكان فيه الاثنين، سيدي فانت ورزقك بقى. قرايبنا قاعدين بسيدي باشا. قول لي كده دول كام عشان انا مش عارفه افتحهم. 10 دقيقة. لا كان في تانية تاخدها. خلاص يلا، ما كانش معاك خلاص. لا خلاص يلا. خلاص شكرا. لا خلاص شكرا. وانت طيب. ربنا يجعلك. نورتني ونورت بيتي. البنت آية بنت حلوة زي كده. لا والله ربنا يخليك، ربنا يخليها لك. لسه السعيدة ابن، عاوز اجيب له عروسة حلوة زي كده من اسكندرية للسعيدة. ده مين ده؟ ابني. والله قد ايه؟ عنده 26 سنة وشقته جاهزة وحاجة. لا والله ربنا قوي. لكن محمود اتجوز لسه ده. كل واحد عامل لهم بيتنا عايشين. والله ربنا يقويك عليهم ويبارك لك فيهم. احنا من اسكندرية والبندر والكلام ده. انا قلت لها اشتري لك هنا. هي عايزة هناك. حلو على فكرة منصور، انا عندي اصحاب من هناك. احنا ارياف فلاحين بننام بدري. لكن ابويا صياد كان صياد، احنا غلابه بس غني والله. فانا بشتغل عشان اسعد، بدل ما بنتي تشتغل عند حد خدامه. ربنا يقويك ويعينك. بشتغل عشان اخليهم احسن. ربنا يقويك ويعينك. واسكندريه كلها شفتها بعينيك. الله يخليك. الله يخليك، الله يخليك، تسلم. شكرا، نورتني. شكرا، كتر خيرك. ايه ده؟ انا كنت هصور فيديو بس كنتش عارفه ان هو موجود.
لثانيه كنت هقفل وهو داخل، يعني اللي هو على ما يعدي يعني عشان ما يطلعش في الكاميرا، بس هو طلع اوكي ان هو يطلع. بيقول لي اسكندريه كلها شفتها في عينيكي. حلوه الجمله دي. إيه، شاف الموج طيب ولا شاف ايه؟ اكيد يعني مش عايزه اقلش، خلاص كفايه. انبسطت بان هو اوكي ان هو يصور، يعني عجبتني. طيب كنا بنقول ايه بقى؟ علاقتك بنفسك. اكمل ازاي طيب بعد كده؟ علاقتك بنفسك مش معناها ان انت بسببها هتعرفي تبقي طول الوقت سعيده. بصي هتبقي سعيده وهابي ورحله، يعني انبساط وسعاده وايه بقى هنسافر ونتشقلب ومش عارفه ايه. لا، علاقتك بنفسك يعني على قد ما تقدري، مش 100%، خلي بالك. هتبقي عارفه تحسي انه هتبقي عارفه تعملي اللي مناسب ليكي، اللي شبهك. هتبقي عارفه تعملي بقدر اللي انتي محتاجاه، وفي المقابل هتبقي عارفه ما تعمليش اللي انتي مش عايزاه، اللي مش شبهك، اللي مش هيريحك، اللي مش هيخدمك. وان عملتيه، واللي انت ساعتها هتعمليه على فكره، لانك لسه ما تعرفيش ان هو مش شبهك، وان عملتيه هتعرفي تشوفي وهتعرفي تحسي وهتعرفي تفهمي انه ده مش شبهك، فهتعرفي تقولي له لا المره اللي جايه. يعني علاقتك بنفسك مش معناها ان انا دايما هبقى بعمل الصح، لا، انا بعمل العادي، اي اللي بلاقيه قدامي بعمله، لاني مش كل حاجه هبقى عارفه ان هي مناسبه ليا ولا لا غير لما اجربها. في حاجات لازم اجربها، في حاجات كنت فاكراها مناسبه ليا جدا وده اللي انا عايزاه، وبعدين جربتها طلعت مش هي. بس من صدقي بقى مع نفسي، اللي هو جزء من علاقتي بنفسي، ان انا لما اجرب والاقيها مش شبهي، شكرا، خلاص عرفت ان ده مش انا. هعرف اذا انها مش شبهي، مش مرتاحه وانا جواها، مش جسمي مش مرتاحه. دايما اقول جسمي، او مؤخرا بقيت اتكلم على علاقتنا بجسمنا اكتر، او انتبه ليها. جسمي مش مرتاح، وبرضه هتعرفي تميزي انت جسمك مش مرتاح عشان دي منطقه راحه انت جديده انت طالعه منها وداخله على حاجه تانية، فجسمك طبيعي مش مرتاح دلوقتي، ولا جسمك مش مرتاح عشان الحاجه دي مش شبهك. هتعرفي، هتلاقي نفسك عارفه تقولي غالبا انا مش مرتاحه. هتجربيها، ممكن تلاقي نفسك بتجربي مره واثنين وثلاثه على ما تعرفي تقولي انه لا، دي عدم الراحه بتاع ان دي مش شبهي، مش عدم الراحه بتاع انها حاجه جديده عليا ما كنتش متعوده عليها، فلا. عاجبني غزل البنات وهو طالع معايا في الصوره. الحمد لله. على فكره انا النهارده اخر يوم ليا هنا، والباص بتاعي الساعه 4 العصر، والفندق بتاعي قدام، يعني انا شايفاه وانا قاعده. هو اصلا الفندق بتاعي على البحر، يعني الفيو ده انا بشوفه من البلكونه، بس بيني وبينه مساحه الشط بقى ومواصلات رايحه جايه، وبعدين انا فانا دلوقتي الساعه 12 تقريبا، والباص الساعه 4. لسه ما فطرتش، هخلص قاعده هنا وبعدين اروح الكافيه اللي روحته امبارح افطر فيه واقعد فيه شويه واكتب. حاجه بقى مهمه جدا، ان انا صورها فيديو تاني ولا فيديو ده؟ فيديو تاني. هقول لكم على الحاجات اللي انا عملتها. واحده من الحاجات اللي عملتها وهي كانت غلط، واكتشفت ان هي كانت غلط. حاجات سبتها المفروض ما اسيبهاش، واكتشفت ان هي كانت غلط، وان احنا لما بنيجي نسافر بنسيب حاجات احنا المفروض ما نسيبهاش. هقول لكم عليها في الفيديو اللي جاي، استنى بس. يعني ايه، شاركوني احساسكم كده على الفيديو ده، وقولوا لي ايه اللي بيدور جواكم، ايه اللي حسيتوه. مش فكره انه كلام عميق، فكره كلام حقيقي. عمو اللي جه صور ده بسطني قوي. الشخصيه اللي ظهرت مني وانا بتكلم معاه عجبتني، لانها شبه قوي في منطقه معينه. بس كل سنه وانتم بخير.